عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو، نتمنى لكم كامل الصحه والسلامه يا رب العالمين، ونصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. اليوم ان شاء الله راني جايبت لكم وصفه يعني دي كروكيت بالطون اللي يجوا بزاف شابين كمقبله ولا مملحات للشهر الفاضل. ان شاء الله يجوا خفاف بزاف وبنان ورائعين ويعمروا لك الطابله تاعك. وشوفي المنظر تاعهم كيفاش رائع. نتمنى ان شاء الله البنات اللي بغات الوصفات تبعني خطوه بخطوه. نتمنى ما تنساونيش من اللايك، ما تنساوش من الاشتراك اللي دخلت معايا جديده، قولها ما تنسينيش من الاشتراك باش يوصلك كل جديد. وما تنساونيش البنات مجان، وربي يجازيكم كل خير ان شاء الله. نتمنى يدخل علينا رمضان بصحه ولهنا، ونروحوا نبداو على بركه الله بالمقادير. المقادير تاعي هنايا عندي 2 كيسان نتاع الروز كيما راكم تشوفوا فيهم. هنايا عندي روز فاير، يعني اللي بغات الابيض دير الابيض، بس انايا نفضل هذا الفاير باش يجيكم يعني المملحه تاعكم المقبله تجيكم يعني ما تجيكم على حبه، ما تجيكمش معجنه. واللي يبغيهم يعني متماسكين يدير الروز الابيض. عندي 2 كيسان هنايا، كل كاس يقابلوا 3 كيسان تاع الماء. انا هنايا في الروز الفاير كل كاس تقابلوا 3 كيسان. هنايا درت الماء كان يغلي، درت 6 كيسان تاع الماء. وهنا كنت غسلت مليح مليح الروز، غسلوه مليح مليح حتى يبيض هذاك الماء تاعه، وديروه يغلي يعني ديروه يكثر عفوا، ومن بعد نديروه يغلي. هنايا كي درته في الماء نخلي حتى الماء تاعي يولي يغلي مليح مليح، عاد باش نغطي عليه ونقص له الطرف ونخلوه يطيب على نار هادئه اقل. يعني النار اللي عندكم كاع القليله ديروها طيب عليه باش يطيب لكم يعني ويجيكم مليح. هنايا كما راكم تشوفوا هنا صاي كيبدا يطبخ. هنايا نقص انا عليه للطرف ونغطيه ونخليه يطيب. خلطوه مليح مليح من تحت باه ما يلصق لكمش. نغطي عليه الطاجين، نغطي عليه يعني ونخليه يطيب كما قلت لكم على نار قليله. وهنايا بعد ما كان طاب لي الروز تاعي، شوفوا كيفاش طاب على حبه واحده. هنا نقصت له الغاز وخليته طاب غير في قرضه، نخليه حتى يبرد مليح مليح ونروح ندير له المقادير تاعه الاخرين. هنايا بعد ما خليته برد مليح مليح خلوه حتى يبرد تماما. شوفوا ها وين الروز تاعنا كي طاب وخليته برد كي ولا على حبه واحده. هنا التوابل، بالنسبه للتوابل هنايا عندي شويه تاع قزبر ومعدنوس مقطعين، 2 سنينة الثوم، فلفل اسود، كمون، كركم وملح. وكل واحده دير يعني التوابل اللي تفضلهم واللي تبغيهم البنات، التوابل يعني اللي تبغيها. وهنايا عندي كيما راكم تشوفوني حاطه وحده نتاع الطون تاع الزيت، يعني قلعت منها هذاك الزيت ما خليتوش فيها، حكموها فتوها مليح مليح. واللي يبغي يعني بنت الطون اكثر يدير 2 تاع العلب. انا كيما راكم تشوفوا راني درت علبه واحده، واللي يبغي البنه بزاف يدير 2 تاع العلب. وهنايا ثاني دوك نضيف يعني حبه نتاع البيض، نضيفوا له حبه نتاع البيض باش يعني يشد في روحو يتماسك لكم الحبه نتاع لي كروكيت او المملحات تاعنا. وهنايا نخلطو مليح مليح. هنايا بالاحسن انايا هنا دوك بالاحسن يعني نستخدم اليد نتاعي باش نعجنها مليح مليح باش نضمن انه ما يتفتتليش في المقله. هنايا كاين بزاف اللي يضيفلو الفرينه، انا صراحه ما نبغيش هذيك الفرينه. علاه الفرينه ما نبغيهاش؟ لانه تعطيكم يعني تعطيكم قوام معجن في هذوك لي كروكيت تاعنا، ما يجي فيهم بنا غير مرغوب فيها. يعني ننصحكم يعني حكموا هكا باليد تاعكم وعجنوه مليح مليح من الفوق للتحت من الفوق للتحت، يعني طولوا شويه وانتم تعجنوا فيه كيما راكم تشوفوا. منها تدخلوا له هذوك المكونات تاعها مليح مليح وتضمنوا باش ما يتفتتلكمش في المقله. وداك نوري لكم ثاني يعني السر الزواج باش ما يتفتتلكمش وما يتحللكمش في المقله واش ديروا. انا كيما قلت لكم شوفوا كيفاش راني نعجن فيه مليح مليح. هاوينا دخلت كاع دوك المواد في الحبه وتعجن لي الروز تاعي مليح مليح. هاوينا ديروا هذه الطريقه تعرفوه باللي راه يتلمد معاكم. حبسوا العجين، هاوينا كدير لكم كره حبسوا العجين تاعكم. وهنايا نروح نديرها على شكل كرات. الكرات نتوما تتحكموا فيهم، تبغوهم كبار تبغوهم صغار تبغوهم صبيعات تبغوهم اي يعني اي شكل تبغوه تفضلوه ديروهم، ماشي شرط كرات. انا درت لكم هذه الوصفه يعني بالدجاج، كروكات نتاع الروز بالدجاج، صدر الدجاج درتها لكم في شحال كاع ملي كنت فاتحه القناه جديده. ما عرفتش كاين اللي يكونوا متبعيني يكونوا عندهم هذيك الوصفه ثاني كتجي بزاف بنينه وتجي رائعه. يعني في بلاصه ما ديروا هذاك الطون تقلعوه وديروا صدر الدجاج ثاني كيجيكم يعطيكم واحد البنه رائعه. انا الاولاد نتاعي يعني يموتوا على هذا الوصفه تاع لي كروكات نتاع الروز، يعني ياكلوه لي اكثر من اللي ندير لهم طاجين الروز، يعني ياكلوه لي هكا
احسن. هنايا بعد ما كملت ودرت الكرات تاعي بهذا الحجم انايا كيما قلت لكم نتوما الحجم اللي تبغوه. هنايا عندي حبة تاع البيض هنايا باش نروحو نقلوه. هنايا عندي حبة تاع البيض، عندي شويه تاع لا شابلور، وعندي الفارينه. انا ننصحكم البنات اللي ما دارش لا شابلور وما وجدتهاش رمضان، نقول لك مازال الحال توكلي على الله ووجدي لا شابلور نتاعك قبل رمضان اللي عندها شويه خبز، يعني ما ترميهش، تروح تحمصها مليح مليح. انا صراحه كنت نحكمه نحطه يعني فوق البوال ولا كاين اللي يقولها الشوفاج حتى يحمر مليح مليح ونرحيه. يعني اي شويه تاع خبز تبقى لي ندير لها هذه الطريقه ونرحيه ونخليه لرمضان، يعني تحتاجوه تلقاوه واجد. كما تعرفوا شتو رمضان ثانيك يبغي المطلوع ما يتواجدش بزاف الخبز، يعني انا عندي نحتاجه بزاف في رمضان، ومن اغلبيه الوقت يعني عندي المطلوع نحتاجه باش نقضي به كل زعما بزاف صبالح. هنايا نرمد كيما قلت لكم الحاجه الزوجه هي ترمديه في الفارينه. اولا باش تضمني علاه ترمديه في الفارينه، باش تضمني انه ما يتحلقش نهائيا في المقله تاعك. رمديه في الفارينه، رجعي ديريه في البيض اللي كنت خلطتها مليح مليح كيما شفتوني، وعاودوا رمدوه في الخبز هذاك المرحيه كيما قلت لكم حمرتها مليح مليح ورحيتها هاوينه. شوفوا احسن من اللي تشريه من برا، يعني كاين بزاف اللي يشروه من برا، ننصح نقول على كي تشريه من برا. هنايا بالك شحال من وحده تتسائل تقولي فاش رحيتيه. هنايا رحيته في الاشواغ. كاين بزاف اللي يشتهم يرحوه في الميكسور، ما ننصحكمش باش ترحوه في الميكسور، ان الميكسور يخسر لكم الميكسور تاعكم يعني كيكون يابس. بصح في الاشواغ شوفوا كيفاش يرحيه لكم رائع. تحتاجوه بزاف وصفات ان شاء الله. ربي يدخل علينا رمضان بصحه ولهنا ان شاء الله، نقول لكم تصوموا بصحه ولهنا يا رب العالمين. انا بعد ما كملت كنت دايره الزيت تاعي يحمى على النار، ونروحوا نقلوا لي كروكيت تاعي. كما قلت لكم انا عندي دائما على هذه المقله ما تركزوليش عليها، كاين بزاف البنات الله يبارك يركزوا بزاف. انا دايرتها سبيسيال القليان، يعني كما تعرفوا القليان يخسر لكم صوالح. دايرتها هذا شغل كيما الطاجين ثقيل يقلي لي الله يبارك، دايرته سبيسيال غير باش نقلي فيه كيما هكا ما يديليش الزيت يعني بزاف، جاي غامق وما يديليش الزيت بزاف. نحمروا لي كروكيت تاعي كاع بهذه الطريقه، شوفوها مينه وما تحلوا ما والو، ويجي بنتهم رائعه. نتمنى ان شاء الله جربوهم في رمضان ولا قبل رمضان. نحمرهم مليح مليح ونعاود نوريهم لكم جاهزين في طبق التقديم باذن الله. وهذا هما لي كروكيت تاعي في شكلهم النهائي بعد ما كانوا تقلاو. شوفوا كيفاش خرجوا المنظر تاعهم بزاف رائع. انا درت لهم هذاك الجبن كنت طبعته بالطابعه تاع الورشه ودرتو بحبه القرنفل، يعني شوفوا كي جا المنظر تاعهم بزاف شباب. وانتوما كيما قلت لكم تفنوا على حساب ما تبغوا ديروا وردات بهذاك الجبن، تبغوا ديروه فيه حبه زيتون شويه تاع الكاشير، وانتوما تفنوا يعني يجوا رائعين كمقبله. شتو الروز يعني في وسطهم على حبه، نضمن لكم يعني ديروه بهذه الطريقه ما يتفتلكمش. هذه هي الوصفه، نتمنى ان شاء الله تجربوها في الشهر الفاضل ان شاء الله، وتحمر لكم الوجه تاعكم. اغلبيه اذا كانوا عندكم ضيوف ديروها كمقبله في بلاصه البورك، ماشي شرط كل يوم بورك. تهلاو في رواحكم ومع السلامه، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلام.